إذا كان رفع الصوت بالقرآن الكريم، لأن القراءة في صلاة النافلة بالقرآن، قالوا إذا كان رفع الصوت بالقرآن الكريم لئلا يخلط المؤمن المصلي على أخيه صلاته، فإن الحديث في المسجد بغير القرآن الكريم، رفع الصوت في المسجد بغير القرآن الكريم مما ينهى عنه من باب أولى. إذا كان رفع الصوت بالقرآن الكريم الذي يزعج الآخرين، يؤمر المؤمن بأن يخفض صوته بمأمور النبي لا يجهر بعضكم على بعض. قال فما بالك بالحديث العادي وهو حديث البشر في أمور الدنيا ومصالحها ومشاكلها وفتنها وإحنها ومحنها ومرغوباتها ومشتهياتها. هذه الأمور قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، إذا كان نهى عن القرآن أن يكون سببا في التشويش على الآخرين، فما بالك بغيره. وإذا نهي عن أذى المؤمن المصلي معك في المسجد بأعمال البر، فما بالك إذا كان الأذى بغير أعمال البر. إذا كان الأذى بغير أعمال البر فإن النهي يتشدد وإن المسألة تكون أمكن، ولهذا لا بد أن نتأمل هذه